يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا كنت عايز استفيد من خبراتكم يعني، فكنت كتبت لكم سؤال كده: ايه اللي اتعلمته من شريك حياتك؟ فكان جالي شويه ردود، فقلنا نطلع نقراها سوا مع بعض. يعني في واحد باعت مثلا: اول حاجه اتعلمت من شريك حياتي، اتعلمت ان كوبايه الرز عليها كوبايه ميه. يعني تسلم ايدك يا ابني، تسلم ايدك، اللهم صل على النبي. ده وبيطلع مفلفل منك، والبسمتي حط كوبايه ونص عشان ما يعجنش منك. لا لا، عشان تعرف ان كلنا في الهوا سوا يا ابني. الله يكرمك، الله يكرمك، فكرتني. آه. في واحد هنا باعت بيقول: علمتني ان عضة العزوبية ولا قرصة الجواز دي دي ده ايه إيه العلاقة اللي بينكم في البيت دي؟ عضة وقرصة ايه؟ انتوا برشوا في البيت يا ابني ولا اي حاجة؟ لان العلاقة دي مش مطمناني كده. يعني مش فاهم الكلام. لا 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 الله. في واحدة هنا برضو بتقول: الجواز عموما بيعلمك الصبر، وفيديوهاتك مع الحاجة تشهد. لا هو الصبر حلو يا بنت يا حاجة. لا مش بيجيبوا سيرتك ولا حاجه، ده بيقولوا لي بيتعامل القمر دي ازاي. لا لا، بالخير طبعا يا حاج. بس يا بنت الله يكرمك. بس نعدي دي طبعا. نعدي دي، ايوه. الاجابه دي جات لي كتير قوي، من رجاله كتير قوي قوي، يعني مش عايزين نقولهم بالاسم عشان الفضايح. انا وعدتهم ان انا مش هقول اسماء. علمتني الادب. ده كلمه ورد غطاها. والادب طبعا يعني زي ما احنا فاهمين، مش الادب والشعر والكلام ده. علمتني الادب. يعني هي ما هي شارحه نفسها. وفي واحد باعت هنا بيقول لي: اتعلمت ان الحياه مشاركه، نشارك بعض حياتنا وفرحتنا وحزننا، وان اكون سندها. لا لا، في ناس مبسوطه في جواز، عشان اقول لكم ان الجواز حلو. اه وان اكون ظهرها. ادعي لي بقى ان اتجوز. ايه ده؟ يالا انت بتشتغلنا ولا؟ لا انت لا هتتبلك. عشان الاستظراف قدام المشاهدين كده يودي بلوك. اه يعني تقول لي انا اتجوز في الاخر، ما انا قلت برضه مش في البق، مش مصدق. طب خلينا في اللي بعده. يعني في واحد هنا بعد بيقول: اتعلمت الهدوء. اللهم صل على النبي. لا دي ما اسموش الهدوء يا ابني، اسمها مش عارف ارد عليها. ما اسمهاش الهدوء اللي انت بتتكلم فيه دي. اصل احنا كلنا في نفس الهدوء اللي انت بتقول عليه ده. الله يكرمك. بتقولها بطريقه شيك قوي، الهدوء. ماشي. في واحده هنا بعت بتقول: علمته الصبر على البلاء. هو علمته الصبر حلو، يعني نص الجمله حلو. بس على البلاء دي بقى انا مش عارف، ممكن يكون مفهوم غلط عندك. تكون انت البلاء، يعني ده الخوف عندي، بس يكون انت البلاء. فدي هتسبب مشكله الظاهر في المسج يعني. ربنا يستر عليه ان شاء الله. في حد باعت هنا برضو: ملأ حياه السنجل هم صداع يا عم اصلا. الله العظيم يا بغاي عليك وعلى رخامتك. يا باي يا اخي. يا حاج. لا لا، اصل بيقول لي سنجل ومش سنجل، عيال. عيال رزلي. خلينا في اللي بعده. اللي بعده. في واحد باعت هنا بيقول: علمتني اطبخ من كتر ما هي بتكلم صاحبتي إيه. لا دي فيها حاجه ناقصه اكيد، في ضمير مش موجود. او في جمله، الجمله دي مش راكبه على بعض يا ابني. او العلاقه دي مش نافعه، فانا مش هرد على المسج دي لان في حاجه مش مظبوطه في الحوار ده. فيا ريت يعني تبقوا تبعتوا لي الصح. الله يكرمك. في واحد هنا باعت بيقول: مش متجوز ولا مرتبط وداخل الجيش تمام كده. ما خلاص يا ابني، انت قرفان مني انا ليه؟ وانا اللي مدخلك الجيش؟ انا مالي؟ ما تقول لابوك ولا انا ايدي. لا اله الا الله. وهتخرج من الجيش وهتتجوز وهتشوف نفس النكد. هتحلف بايام الجيش. والله. لا لا اله الا الله. في واحده هنا بعتها بتقول: علمته لما نروح باندا ناخده صف صف بالترتيب عشان ما نفوتش حاجه. لا طبعا دي كلها اتعلمناها طبعا، انتوا عارفين يا رجاله. مش كده؟ كنا بنخش الاول اللي هو صف الشيبسي وراه صف الشوكولاته ونخرج على الكاشير. دلوقتي لازم طبعا ناخده صف صف. كأن انا اللي ماسك النواقص بتاعه الماركت. والله. تفهمش ليه؟ حتى لو مش عايزين حاجه، بس لازم صف صف. هو مش يمكن في عروض ولا حاجه تعدي من. يا حاج. لا لا لا، ده يعني ده انت ست عارفين يعني. لا ازاي؟ لا مش يمكن في عروض واحنا ما ناخدش بالنا. استغفر الله. بلاش نجيب سيره الحاجات دي دلوقتي. في واحده بعتها بتقول: هو كان يوم اسود وخلاص بقى، مش مهم اتعلمنا ايه. لا اله الا الله. ده مش طايقه ترد عليا انا. انت يا ابني انت حاول تاخد بالك من نفسك بقى، من اللي قاعده معاك في البيت. هو كان يوم اسود وخلاص. ده مش طايقاني يعني بترد ليه؟ في واحده هنا بعتها بتقول: اتعلمت البوز بالزين. لا والله. لا ايه دي؟ انا لما لقيت الواو كتير قلت حاجه حلوه اخيرا. لقيت ان انا فاهم غلط برضه. اتعلمت البوز من شريك حياتك. ايه الحلاوه دي؟ انا لو قريت الاسماء اللي بعتها والله في بيوت كتير قوي هتتخرب، يعني انا مش عايز اعمل كده عشان وعدتكم بس. والله. بس خير يعني. في واحد هنا باعت بيقول: ان الحله التيفال لو اتحرقت تحرق ايدك معاها. الحله التيفال لو اتحرقت اصلا. يا ابني انا لو خربشتها بس مش هبات في البيت. ده انت كده يعني رحيمه معاك قوي. والله دي كده بتحب. انت مجنون. اه في واحده بعتها بتقول: ان لو اخدت قرار غلط واتجوزت عادي نعدي دي، نعدي دي، ايوه. اه في هنا.
كفرت عن ذنوبي واتعلمت اتعامل مع اليهود، وان الصحه اهم حاجه، وعيش ندلة موت مستور، وبالنسبه ليه علمته يخاف من ظله. يا حاج، هو الانستجرام بتاعك مفتوح؟ مش مفتوح؟ اصل انا حكايه يخاف من ظله دي مش مطمنان، مش كده؟ تحس ان الكلام لايق على في حد باعت هنا بتفتش في موبايلي وانا نايم. ايه يا ابني، ما دي كده محترماك قوي، يعني بتفتش في موبايلي وانا قاعد، يعني انت مجنون؟ ده كده حلو قوي. لا احنا نكمل المسجات دي بعدين، نكمل مسجات في جزء تاني بقى، نكمل في المسجات الهم اللي احنا ده سؤال غبر والله. لا لا لا، نكمل بعدين يا جماعه، السلام عليكم.